تخيل معايا كده يا صديقي انك تصحى من نومك فجأة كده تلاقي نفسك في جسم طفل. ايوه زي ما بقولك كده، جسم طفل رضيع. المهم بقى الطفل ده مش زي اي طفل عادي كده والسلام، الولد بيكتسب نظام وقوة مرعبة وبيقدر يواجه الوحوش في السن الصغير ده. ولكن حدث ما هو ليس متوقع. بس حدث ايه بالظبط؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي. فاذكر الله وصلي على النبي وخلينا نوصل الفيديو ده لأكتر من 5000 لايك. والآن هيا لنرى ما الذي جرى. بتبدأ قصتنا مع بطلنا تشين تشوان، واللي بيسمع أصوات ناس بيتكلموا عليه بيحس كده إنه في مكان مش مألوف، مع إن آخر حاجة هو فاكرها إنه كان ميت. واللي بيفتح تشوان عينيه علشان يلاقي قدامه راجل وست أول مرة يشوفهم في حياته، واللي قاعدين بيقولوا عليه إنه طفل. والراجل قاعد يقلب فيه كده يمين وشمال ويلعب بيه ولا كأنه كورة. فهنا بقى مراته بتتعصب وبتقول له بطل ما تضايقش الواد. والمعلم تشوان كل ده قاعد مش فاهم ايه اللي بيحصل اساسا، ومستغرب ايه الاهل المجانين دول، ده ايه الوقعه السودا دي. ولكن فجأة كده بيظهر قدامه شاشة نظام، واللي بتعرف عن نفسها وان هي شاشة الانسان الفطري، وان هي نظام متكامل واللي بيبقى مع الانسان من وقت ولادته. وبيدي النظام لتشوان اول مهمة لازم يعملها، واللي بيبقى اسمها الغرفة الحجرية على شكل نمر، وبتبقى مهمة صغيرة يعني ممكن يعملها بسرعة. ولكن فجأة كده بيلاقي ان الدكتورة بتشيله وبتاخده تتأكد من صحته علشان تعمل له كده شوية فحوصات، واللي بتقاطع مهمته دي لما بتحطه على السرير. فالمعلم تشوان بيفضل يعيط علشان تشيله، واللي اول لما بترفعه تاني كده بتتحقق اول مهمة، وبيديله النظام مكافآت. وبترجع الدكتورة تشوان لأهله وبتقول ان صحته كويسة يعني يقدروا يروحوا دلوقتي. وبعد كده بقى بيروح المعلم تشوان البيت، واللي بتبدأ امه تعرفه كده وتوري له كل حاجة، فبيعجب تشوان. واللي بتاخده مامته علشان تحكي له قصص كده قبل النوم، واللي بتفضل توري له صور الوحوش وبتقول له على ميزات كل واحد فيهم وكمان على نقاط قوته وضعفه. فبيفتكر تشوان في الاول كده ان هي وحوش خيالية زي عندنا كده ابو رجل مسلوخة وامنا الغولة، ولكن لحد ما بتقول له ان جدها مات بسبب واحد منهم. وهنا بتبدأ الام تحكي ان من مئات السنين العالم فجأة بقى مليان بالوحوش، والبشر اضطروا يخشوا في مواجهة معاهم. كان البشر ما عندهمش اي خبرة ولا فهم للشياطين، ما كانوش شافوا وحوش قبل كده، واللي بسبب ده الوحوش انتشروا اكتر ووصل 11 وحش بنجاح على الارض. كانوا وحوش من مستوى الملك، وده علشان يبقى كل واحد منهم قائد لعشيرته. وكمان الشياطين قسموا بعض المناطق ما بينهم وحذروا البشر من ان هم يدخلوها، وبالفعل من وقتها البشر ما يقدروش يرجعوا للمناطق دي. فبينبهر تشوان بالكلام اللي بيسمعه ده، وبيتخيل مدى القوة والتطور اللي ممكن يوصل له البشر في يوم علشان يقدروا يرجعوا أراضيهم تاني. وبيحس تشوان كده إن الموضوع ده مختلف عما كان هو فاكر، وإن هي مش مجرد إعادة ولادة عادية، وإن هو اتولد لهدف ليه علاقة باسترجاع الأراضي دي، وإنه لازم يواجه الوحوش. واللي بيبقى لحد دلوقتي مش مصدق كل الكلام ده، وإن الأرض يعني اتملت بالوحوش. وبعد كده بقى بتاخد الأم تشوان كده علشان ترضعه نوع غالي من اللبن واللي اسمه الظباء، وده بيبقى نوع نادر جدا ومش موجود في السوق، واللي بيوصل سعره لعشرات الالاف. انا هحاول اوفره بكل جهدي، هدور عليه في كل الاسواق. واللي بيبقى تشوان مستغرب كلامهم ده لبن يا جدعان، وبيسأل نفسه لو ده نوع من العلاجات علشان يعني يخلي جسمه اقوى. واللي بيقرر كده انه يحاول يقلل من استهلاكه لو هو فعلا بالاهمية دي. واللي بعد كده بقى بتعدي ايام من عمر تشوان، واللي بيبقى يا عيني هيموت من الملل لانه حتى ما يقدرش يتحرك ولا حتى يقعد، لسه صغير بقى. المعلم بيحس قد ايه المرحله دي ممله جدا في حياه اي شخص بيتعاد ولادته. واللي بعد كده بقى بيظهر شاشه النظام قدامه فجاه كده، واللي بتوري له المكافاه اللي اخدها من اخر مهم، واللي بتطلع نمر يقدر يستخدمه في الدفاع عن نفسه، واللي تشوان بيستخدمه علشان يبعد الارنب اللي عمال يتنطط حواليه. وبتخش الام كده وبتستغرب اللي حصل، وليه الارنب فجاه بقى مرعوب كده. واللي بتقرر تاخد تشوان بره البيت يشم شويه هوا. فالمعلم تشوان بيفرح جدا انه اخيرا هيخرج ويقدر يقعد في الشمس، وده علشان اتفعل من النظام تقنية تحسين الشمس والقمر، ولو طلع قاعد في الشمس قوته هتزيد. واللي بالفعل اول لما بيطلع كده ويقعد في الشمس بتفضل نقاطه تزداد، ده حتى المعلم بيحس بتحسن في العضلات. واللي بيبقى تشوان متحمس وبيفضل يحرك جسمه، فبتفكره امه انه حران، وهنا بترجعه جوه البيت، ومش بيقدر تشوان يوقفها لانه هو مجرد طفل. واللي بعد كده بقى بيرجع تشوان لسريره وعمال يحلق في السقف،
بيدعي على الدكتور اللي قال لامه انه ما يتعرضش للشمس اكتر من دقائق، ولكن بيقول ان على الاقل اليومين اللي فاتوا ما كانوش من غير فايده، واللي هو قدر يحقق شويه انجازات، وكمان قوته زادت بشكل ملحوظ. وبيقرر تشوان كده يحاول يتحرك بدل ما هو قاعد طول الوقت كده مش بيعمل حاجه. المعلم بيسند نفسه على سور السرير، واللي بيفرح انه قدر يقف، وبيلاحظ كده ان عدى 35 يوم على ولادته، ومن 3 ايام بس كان بيلاقي صعوبه انه يتقلب في السرير، ولكن دلوقتي قادر يتحرك بشكل اكبر. فبيحس تشوان انه محتاج يركز كده على قدراته الحركيه بشكل اكبر، مش بس قدرات التعلم والفهم، علشان يحاول يسيطر على جسمه. واللي بيفرح جدا لان جسمه حاليا بقى يتحرك بخفه اكتر زي الانسان العادي. واللي بتطلع فجاه كده فكره من تشوان بصوت عالي، وبيلاحظ انه كمان بقى يقدر يتكلم. واللي بتسمع الام الصوت من بره وبتدخل اوضه تشوان، فالمعلم على طول بيرجع للسرير. المعلم بيعمل نفسه طفل طبيعي، وده قبل ما تقدر امه تكتشف كل حاجه. واللي بالفعل امه بتفكر انه بس كان بيعيط علشان اكيد صحي من النوم وهي ما كانتش موجوده جنبه. فبيحس تشوان انه محتاج يستغل الوضع ده ويطلع عين امه شويه بما انه يعني لسه طفل. فالمعلم بيفضل يعيط كده من غير سبب، وبيسكت بس لما بتساله لو عايز يخرج. وبيحس تشوان كده انه فهم اللعبه وعرف ازاي ياخد اللي هو عايزه. يادا انت لو ابني يالا كنت موتك، يلا ما علينا. وبتعدي الايام، واللي بيفضل تشوان يستعمل نفس الخطه ويعيط كل لما يعوز يخرج، واللي بقى يقدر يقعد في الشمس الوقت اطول وقوته زادت. والمعلم بقى بيكرر نفس الشيء ده بالليل، وده علشان يخرج كمان وياخد اللي فيه النصيب من القمر. وبعد كده بقى في البيت بيرجع الاب اخيرا، واللي بتبقى الام جايبه اخرها، وده علشان تشوان بيزن على دماغها طول اليوم. ولكن بتلاقي الراجل داخل عليها بكرتونه مليانه من لبن الظباء، واللي بتساله ازاي قدرتي تشتري الكميه دي كلها. فبيقول لها الاب انا ما اشتريتش كل الكميه دي ولا حاجه، دي كانت مكافاه. واللي بيحكي لها كده ان من كام يوم مجموعه ناس كانوا بيخططوا يروحوا لواحده من المناطق المحظوره، بس القائد مش موجود وهو اللي تطوع وبقى المرشد. فمش بتصدق الام لما بتسمع الكلام ده، وبتساله لو راح فعلا لمنطقه الوحوش، وبتقول له ان الوحوش بتزيد وانه حرفيا كان في خطر. وبتساله لو الوحوش بداوا يتعدوا على اراضي البشر من تاني. فبيقول لها الاب انه مرضاش يقول لها علشان كان عارف ان هي مش هتوافق. وبيقول لها ان الفريق ما قدرش حتى يتعرف على الانواع المختلفه من الوحوش، والامدادات ما كانتش جاهزه بالكامل، وحتى مش بيقدروا يتعرفوا على الانواع المختلفه من ترياكي الافاعي السامه ولا حتى من غيره، وكان الفريق كله هيتقضي عليه. فبتتعصب الام لما بتسمع كل ده، وبتقول له انه مش فارق معاه لو كان حصل له حاجه. وقتها بقى كانت هتعمل ايه؟ كان هيسيبها هي وابنهم لوحدهم؟ فبيعتذر لها الاب وبيوعد انه مش هيعمل كده تاني. وبيشوف تشوان قد ايه اهله بيتعبوا وبيخافوا علشانه، واللي بيوعد انه لما يكبر لازم يحميهم. وهنا بيحضن الاب تشوان وبيقول له ان حتى امه مش فاهماه. وبياخد الاب تشوان كده وبيقول انه هياخده يفسحه شويه، ولكن الام بتوقفه وبتقول له اقعد كل الاول. ولكن الاب كده بيتوه الموضوع وبيقول لها لما ارجع باكل. وبياخد تشوان وبيخرج بسرعه. وبعد كده بقى وفي الشارع بيفرح المعلم تشوان ان اليوم شمس، وبيقول الاب ان مراته قالت ان ابنهم بيحب يقعد تحت اشعه الشمس وكمان ضوء القمر، واللي علشان كده قرر يخرجه علشان يشوف الكلام ده بنفسه. واللي بيفضل تشوان يستمتع كده باشعه الشمس، ولكن الدنيا بتغيم وبتشتي فجاه. فبياخد الاب عربيه الطفل وبيجري المكان ما فيهوش مطر، واللي بيفتخر كده بنفسه انه ما تبلش. ولكن بيبص على تشوان وبيلاقيه متغرق. وبعد كده بقى بيرجع الاب للبيت، واللي بيطلع انه اخد برد هو تشوان. واللي بتفضل الام كده تتصل على الدكاتره علشان تطمن منهم لو الوضع خطر ولو محتاجين ياخدوا تشوان للمستشفى. واللي لما بتطمن بتروح تتخانق مع جوزها وبتقول له ان هم جايبين عربيه اطفال مقاومه للميه، واللي وقت ما احتاجوها سابها. فبيفتكر تشوان اللي حصل وانه مش بس اتبل، ده كمان كان هيقع على وشه، وده بسبب الطريقه اللي كان ابوه بيجري بيها. وبيحس ان الراجل ده كده مش هيهدى غير وهو مموته. وبعد كده بقى بيروح الاب يعمل الرضع لتشوان، ولكن حتى ديت مش بيعرف يعملها. وبيحس تشوان ان طعمها كده غريب عن العادي، وكمان بيلاحظ انه صناعي، يعني حاجه كده تقليد للاصلي. وبعد كده بقى بينادي الاب على الام علشان تعرف ايه المشكله اللي بتخلي تشوان مش بيشرب اللبن، وبتقول له ان هي هتبعت اللبن ده للمختبر علشان يحللوه ويشوفوا لو هو كويس، خصوصا ان هم اتاكدوا من الصلاحيه وما كانش فيها حاجه تقلق. وبعد كده بقى وفي مكان ما جوه قصر بنشوف كاهن بيتكلم كده مع واحد من الاتباع، واللي بيعرفوا التابع ان هم
بدلوا كل لبن الظباء اللي موجود في المدينة، وإن المدينة دي معروفة بإنتاجه. فبيحيي الملك على شغله ده، وبيسأل التابع الكاهن كده عن هوية ابنهم القدوس، ولكن الكاهن بيقتله في نفس اللحظة، وبيقول له إنه حذره كتير ما يتكلمش في حاجات ما تخصوش، حاجات المفروض ما يسألش عنها. وبعد كده بقى بنرجع تاني لبيت تشوان، واللي بعد ما بيجيبوا نتيجة تحاليل اللبن، واللي بيطلع إن اللبن فعلا كان مزيف. ومش بيصدق الأب إنه اتخدع بالسهولة دي، وبيقول إنه لولا ذكاء تشوان بس ما كانش زمانه حس بأي حاجة، وإن أكيد الأطفال التانيين مش هياخدوا بالهم ولا حتى أهاليهم. وبيطلع الأب كده رايح للناس اللي خد منهم اللبن واللي حاول يواجههم، ولكن ما قدرش ياخد منهم لا حق ولا باطل. وكمان ثبتوه وهددوه إنه مجرد شخص عادي، يعني مش هيقدر يعمل لهم أي حاجة. يا عيني كل ده بعد ما ضيعوا وقته وضيعوا مجهوده على الفاضي، وكمان كانوا هيأذوا تشوان. وبيقول الأب إنه محتاج يروح ويسوي حسابهم مع بعض تاني، ولكن بتقول له الأم ما تروحش، وإن هو مش هيقدر عليهم لأن هم خارقين. فبيقول الأب إن هو مش همه، وإن حتى لو هم خارقين فده مش هيخليهم استثناء من عقاب القانون، وفي أسوأ الأحوال هيقاتلهم لحد ما يموت. فبيحاول تشوان يوقف الأب عن اللي عايز يعمله ده، خصوصا إن هو متصاب يعني مش هيقدر يحارب. وبيقول الأب إنه بيكره نفسه علشان مش إنسان خارق، وإنه مجرد شخص عادي. فبتقول له الأم إن هي وتشوان يقدروا يستحملوا عادي، وإن هو مش مضطر يعمل كده. فالأب بيقرر في الآخر كده ينزل القصة دي على السوشيال ميديا علشان يفضح النصابين اللي نصبوا عليه في اللبن، واللي وقتها بقى محدش يصدقهم لو حاولوا ينصبوا على حد تاني. فبيفرح تشوان جدا إن أبوه لقى حل تاني من غير ما يستعمل العنف. وهنا بقى بتقترح الأم على الأب إن هم يركبوا كاميرات مراقبة في البيت، وده بمناسبة إن تشوان بدأ يتعلم المشي وشكله كده هيبدأ يجري، وإن هم لازم يخلوا عينيهم عليه. فالأب بيقول لها أنا هقدم طلب وهيجي في خلال أيام. فبيقلق المعلم تشوان إنه كده ممكن يتفضح ويبان إنه مش طفل طبيعي، وبيتخيل كده اللي هيحصل لما أمه تشوف قدراته وتعرف إنه بطل ومش إنسان عادي، واللي هنا بيبقى محتاج لخطة أو طريقة يقدر يوقف بيها اللي بيحصل ده. وبعد كده بقى بنرجع للقصر، وبنشوف الكاهن بعد ما بيبلغوا تابع إن الناس اللي شغالين معاهم اتفضحوا، وما كانش الكاهن متوقع إن الموضوع هيتعرف بالسهولة دي، ومش بيصدق لما بيسمع القصة إن اللي قدر يتعرف على اللبن الفاسد كان مجرد طفل، واللي بيرمي اللوم على أتباعه هو، وبيقول إن هم ما كانش عندهم كفاءة كافية. واللي هنا بيطلب الكاهن من التابع يلاقي كاتب المقال ده، اعرف لي مين اللي نشر كده ويعرف مين الطفل اللي اتذكر فيه. واللي بيعرفه التابع باسم الطفل والأب، فبيحط الكاهن اسم الطفل كويس في دماغه. وبعد كده بقى بنرجع تاني لبيت تشوان، واللي بيلاقي خطة يقدر يخلص بيها المهمات اللي عنده، وده من غير ما يتكشف. المعلم بيعمل كده بقى وهو بيتفرج على التلفزيون، واللي بيعمل نفسه مركز في الشاشة كده، ولكن بيبقى عقله مركز مع كل شاشات النظام، واللي أخيرا بيخلص من تحديث المهام، واللي محتاج بس إنه يبدأ فيها. والمعلم هنا بقى بياخد باله كده إن النظام بيحط له المهام على حسب مستوى نموه. وهنا بقى بيدخل الأب والأم، واللي هنا بتكون الأم بتتناقش مع جوزها إن هي نفسها تروح تقابل أبوها، ولكن خايفة من رد فعله، وده علشان هي والأب هربوا واتجوزوا في السر. فمش بيصدق تشوان اللي بيسمعه ده، وبتكلم الأم أبوها في التليفون، واللي بتسأله لو ينفع يتقابلوا، هي عايزة تتكلم معاه. فبيرد عليها إنه ما عندوش وقت وهيبقى يفكر في الموضوع ويكلمها. فبتفهم الأم إنه مش عايز يكلمها أساسا، وبتقول خلاص، وإن هما التلاتة مبسوطين، يعني مش لازم ترجع تكلم أبوها تاني. وبعد كده بقى بيروح الأب والأم للمستشفى مع ابنهم علشان يطمنوا عليه، واللي بيلاحظهم هناك كده تانج صاحب اللبن المزيف، واللي بياخد باله من الأب وبيروح للأم لما بتكون لوحدها، وبيقول لها إن المقالة اللي نزلها جوزها على النت دي سوقت سمعته وضرته في شغله. واللي بيبقى تانج هيقرب من الأب خلاص، ولكن بيقدر تشوان يوقفه وبيضربه على ايديه، واللي مش بيقدر تانج يستحمل الضربة من قوتها. واللي بيقول لاصحابه تشوان ده خارق وبيأمرهم يمسكوه، واللي بيجي شخص خارق كده بيوقف تانج واصحابه وبيقول لهم يلا انحنوا على الارض، واللي بدون وعي منهم بيعملوا كده، وبيأمرهم الشخص ده يزحفوا ويمشوا بعيد، وبالفعل بينفذوا الكلام ده. فبتترعب الأم وبتسألهم انتوا مين؟ فبيقول لها واحد من الخارقين ان هم عمامها وما شافوهاش من وقت طويل، واللي بيروحوا كلهم لمطعم كده علشان ياكلوا ويتكلموا. واللي بيقول الأعمام للأم انها لازم ترجع معاهم لعيلة رونج، وان هي ما كانش المفروض تهرب وتتجوز من غير اذنهم. فبتحاول الأم تقنعهم كده ان جوزها مش بالسوء ده، واللي بتطلب منهم يفضلوا معاها، وده علشان يشوفوه بنفسهم. ولكن الأعمام بيعرفوها ان هم جايين يشوفوا حوار الطفل المقدس ده، وبيحاول الأعمام كده ان الموضوع ده بدأ بسبب لبن الظباء المزيف، وان هم اكتشفوا ان
الموضوع ده ما كانش حادث عادي، وان ممكن فصيلة الطفل المقدس يبقى ليها علاقة بالموضوع، وان في نبوءة ليها علاقة بالموضوع ده، وبتقول النبوءة ان الطفل المقدس هيتولد في العصر الحديث. وبيقول تشوان كده في باله ايه الكلام اللهبل ده، علشان اكيد شخص مقدس مش هيتولد كده في هيئة طفل، واكيد هو شخص بالغ. وبيقول ان المخلص ما يقدرش يمشي غير بعد شهور من ولادته، ولكن بيفضل اقوى من اي شخص كبير. فبيشك تشوان ان هو اللي جاي يحقق النبوءة دي، وان هو ممكن يكون الطفل المقدس. واللي بعد كده بقى بتروح العيلة كلها للبيت، واللي بتسأل الام عن السبب اللي اعمامها موجوش علشانه. فبيرد عليها الاب ان هم هويتهم مميزة، وخافوا البشر العاديين يكشفوهم، خافوا لحسن الناس تلاحظ حاجة، وعلشان كده مشيوا. واللي بيقول لها تاخد بالها وتتأكد ان الشبابيك والابواب مقفولة خصوصا الفترة دي، وان في اخبار عن اطفال اختفوا بطرق غامضة. وبتقول ان هي عارفة علشان سمعت عن بحيرة مارس اللي ظهرت فجأة في المدينة من فترة، وكمان اعداد الابطال الخارقين اللي بيجوا المدينة الفترة دي دول كتروا قوي، وكلهم بيتجهوا للقصر. يعني من الواضح كده ان في حاجة كبيرة بتحصل. وبعد كده بقى بيروح كاهن القصر ده يقابل مجموعة كده من الوحوش، واللي بناخد بالنا ان هم موجودين جوه المدينة ولكن مستخبيين عن عيون البشر. واللي بيسأل الوحش الكاهن ايه السبب اللي خلاك تيجي بدري، وان هو اتفاقهم معروف، وان وقت اكتمال القمر. فبيقول الكاهن انه محتاج من الوحش يلاقي طفل موجود في وسط المدينة، واللي بيديله كده خريطة انتشار المحيط الخارجي، واللي بالتحديد للمنطقة المحظورة 359. فبيطلب الوحش مواصفات الطفل ده. وبعد كده بقى بنرجع لتشوان والاعمام، واللي بيبقوا موجودين في بيتهم، وبيسأل العمة لو تشوان بيشرب لبن الظباء بانتظام. فبيطمنوا الاب انه دايما بيوفروا علشانه. فبيقول العم انه برضه مش كفايه، وان عنده حصه منه باسمه، وبيعرض عليهم ياخدوها. فبترفض الام، ولكن بيقول لها العم انه كبير في السن وما عندوش اطفال، يعني مش محتاجها. واللي بتسأل الام لو حصل اي حاجه جديده في قصه هوشينج، واللي بتبقى خايفه ان هم هيلوموا ابنها على الضرر اللي حصل لهم، وده علشان ساعد ان هم يتقبض عليهم. بس بيطمنها العم ان هم لقوهم مستخبيين في المجاري تحت الارض، وقبضوا على واحد منهم. وبتسأل الام كده عن بقيه الاعمام، فبيطمنها العم ان هم في مهمه صيد في بحيره هوكسينج، بحيره الوحوش. واللي بعد كده بقى بنشوف الاعمام التانيين بيواجهوا الوحوش في البحيره، واللي من مستويات عاليه جدا، واللي بيقدروا كده يتضخموا وليهم قدرات مش عاديه. واللي بيحاول العم التاني كده يهزم واحد منهم، وبيطلب من التالت يروحوا ورا اللي هربوا، ولكن في النهايه بيقدروا كلهم يهربوا منهم. وبتتعصب الوحوش من البشر علشان بيحاولوا يقتلوهم، وكمان بياكلوا لحومهم. وبعد كده بقى بيكون المعلم تشوان قاعد بالليل في حاله كده، بيشوف الانجازات اللي عملها جوه النظام، واللي بيلاقي فجأة كده وحش داخل عليه الأوضة بعد ما كان بيحاول يهرب من العم التاني. وهنا بيفتكر الوحش ان الكاهن عايز يلاقي طفل معين وفي نفس الحي ده، وانه حتى قال له اسمه، ووعد الوحش انه لو لقى الطفل ده وسلمه هيساعده يهرب. وبيلاحظ الوحش ان الطفل اللي هو في اوضته ده بيقدر يتحرك، لا ده كمان بيعمل تمارين رياضية لوحده على عكس طبيعة الأطفال البشرية. واللي بيبقى تشوان متجاهل وجود الوحش ده تماما. وهنا بيسأل الوحش نفسه لو ده الطفل اللي بيدوروا عليه، وبيعرف النظام تشوان انه انجز مهمة، وان دلوقتي حاليا نقاطه كافية تخليه يقدر يتعامل مع الكائنات الخارقة. واللي هنا بقى كده بيبص تشوان على الوحش، واللي بيجري منه فجأة، وبعدها بقى كده بيرجع وبينط علشان يهاجمه. فبيحاول الوحش يقاوم ولكن ما بيقدرش، واللي بيفضل تشوان يضرب فيه، وبيحدد تشوان مستوى الوحش، واللي بيفضل يهاجمه لحد ما بيقع. واللي بيفتكروا تشوان كده انه مات، وبيسأل لو الوحوش اللي من المستوى التاني ضعيفين كده هم ايه عبط للدرجه دي. واللي هنا بتخرج روح الوحش، وبيشوف تشوان الجثه، واللي مش بيبقى عارف هيعمل فيها ايه. المعلم خايف ان اهله يشوفوها. وهنا يوان بيستخدم طريقه التكرير لليانج، وبيقدر يستخرج جوهر الوحش، وبيلاقي الارنب بتاعه بيتنطط، فبياكله الجوهر. واللي بيقدر كده يخفي جسم الوحش، بيعمل كده من غير اي اثر. واللي بيدعي ان هم ما يبصوش في الكاميرات اليوم اللي بعده. بعد كده بقى بنروح عند الاعمام تاني، وبنشوف ان هم سمعوا الاخبار عن الوحش اللي راح لمنطقه دايجو، ودي المنطقه اللي عايش فيها تشوان. فبيترعب الاتنين، واللي بيروحوا بسرعه لبيته، وبيسال الاعمام الام لو حصلت اي حاجه غريبه، ولكن بتقول لهم لا البيت كان هادي مفيش اي حاجه غريبه حصلت. وبتعرفهم ان في كاميرات مراقبه في البيت لو حابين يتاكدوا. وبيقول لها العم لا مش لازم، ولكن لازم تبلغوا لو حصل اي حاجه تانية. والمعلم تشوان هنا كده بيبقى مرعوب علشان اهله عايزين يشوفوا لقطات الكاميرا، واللي بيبقى محتاج كده يلاقي طريقه علشان يسرق بيها موبايلاتهم. بعد كده بقى بيبقى الاعمام التانيين شايفين ان دي غلطه العم الاول علشان عطى الام لحم وحش مريخي، وهم معروفين بطبيعتهم الدقيقه الانتقاميه. ولكن العم الاول بيبقى متاكد ان الوحش مات علشان
ومحدش ياخد اي خطوة وينتقم. وبعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف رونج ابو الام خطف تانج وعمال يعذبه، واللي بيخليه يعتذر له بسبب اللي عمله في بنته وانه حاول يأذيها، وانه كان بيامر مساعديه يكسروا رجل تانج، واللي بيفضل تانج كده يترجاهم يسيبوه، وبيسأل المساعد رونج لو هو كده راضي، فبيقول له انه مش هيرضى غير لما يقدروا يلاقوا كل الاطفال اللي مخطوفين، وكان ايه غرض العصابة ان هم يعملوا كده. وبعد كده بقى وفي البيت بنشوف المعلم تشوان اللي قدر يسرق موبايل ابوه، وده وقت اما كان نايم، واللي بيحذف الفيديو بتاع كاميرات المراقبة، واللي بكده فاضل له بس انه يلاقي موبايل امه. واللي بيعدي كام يوم وبنشوف الام قاعدة بتجهز كده البيت علشان جد وامها جاي، واللي بيجي الجد كده يزورهم، واللي بيبان قد ايه هو فرحان علشان بيزور حفيدته، واللي بيجيب لهم كده كمية كبيرة من لحوم الوحوش. لحوم وحوش ايه من الدرجة الرابعة، حاجة كده مخصوص علشان ابنها ما شاء الله. وهنا بقى بيقول الجد للزوج خلاص تانج اخد جزاؤه، وانه جاي يشوف بنية الطفل الجسدية، وان المثل عندهم بيقول انه يقدر يعرف الشخص من وهو 3 سنين، ويقدر يكتسب مهارات كبيرة ما بين سن ال3 وال16، وبيديله الاب تشوان علشان يشوف. فاللي بيلاحظ ريحة دم قوية جدا طالعة من الجد، وبيسأل في باله عدد الوحوش اللي قتلهم، هي ليه الرائحة قوية كده. واللي هنا بقى بيفحص الجد كده جسم تشوان، وبيقول انه كويس وصحي جدا، وانه ممكن في خلال ايام بس يقدر يقدم له في الدفعة الاولى من اكاديمية الابطال. فبتستغرب الام الكلام ده، وبتقول له بس تشوان لسه صغير ما ينفعش يروح مكان زي ده. واللي هنا بقى كده بيوافقها الكل، ولكن الجد بيعارضهم وبيقول انه شاف البنية الجسدية العظيمة للطفل، وان هي ممتازة، يعني يقدر يتقبل في المستوى الاول من الاكاديمية، والمدرسين اللي هناك مؤهلين كويس. وهنا بقى بيسأل تشوان لو الاكاديمية دي اقوى من النظام، يعني علشان يخليه يزود مستواه وكده. المعلم عايز يعمل كده من غير ما يتدرب ها يا حبيبي، بس بيقول لك لا، ما انا هنا بزيد من غير ما اعمل اي حاجة، هي بقى اللي يخليني اتعذب واروح مدرسة وجامعة وعاني. واللي بيفضل تشوان كده يحاول يضرب الجد علشان مش عاجبه الكلام ده، ولكن الجد بيتصدى لكل الضربات، وبيقول لهم ده عنده طاقة كبيرة يا جماعة، واللي علشان كده لازم يروح المدرسة. فبيوافق الاب والام، وبيمشي الجد والاعمام، وبيقول العم الكبير للجد ان فعلا تشوان صغير جد، يعني ما ينفعش يروح المدرسة. فبيقول لهم الجد تشوان ده ذكي جدا وضربني مرتين، وكان حاسس بجد بقوته، وانه فعلا مش ضعيف او سهل. وبعد كده بقى وفي البيت بيلاحظ تشوان ان الارنب بتاعه كبر كده بشكل ملحوظ، واللي بقى بينام كتير، اتكافئ بسيف الخالدين ال8 ولسه ما جربوش ولا حتى يعرف شكله. واللي هنا بقى كده بيستدعي تشوان السيف علشان يجربه، واللي اول لما بيمسكه بيحس انه فعلا مستواه راقي وكثيف، وبيفتكر تشوان ان الجد قال له لازم يتعرض للشمس اكتر، وبيقول له النظام ان ممكن تبقى دي البدايه علشان يصحي قوه اكبر. وبيكلم الجد الام في التليفون علشان تخرج ابنها، واللي بالفعل كده بتاخد الام تشوان وبتخرجه وبتتكلم معاه، وبتحكي له ان مره جده شاف طفل عنده 3 سنين بيقدر يلاقي 1000 قصيده، وبتساله امتى بقى هيفاجئها بحاجه زي دي. واللي بيعدي من جنبهم كده راجل بيلفت نظر تشوان، وبيحس بطاقه غريبه ناحيته. بعد كده بقى بيعدي كام يوم، وبيروح الجد مع الام للمطار، واللي بيستنوا طلاب من اكاديميه الابطال، واللي بيبقى المدرس مش واثق جدا في قدرات تشوان، وده علشان مكتوب في ملفه انه حتى ما يقدرش يمشي. واللي بيبقى المدرس مخنوق وبيقول للجد يلا خلصوا الفحص بسرعه في نص يوم، انا ما عنديش وقت. واللي بيبدا المدرس ليه في اول اختبار وبيستعمل قوته، بيوجهها كده ناحيه تشوان، ولكن مفيش اي حاجه بتتغير ولا تشوان بيحس باي الم. واللي بيجي مدرس عجوز كده اسمه جيان علشان يشوف، واللي بيحط ايده كده على راس تشوان، واللي بيقول انه حاسس طاقه سيف تيانهي، وبيقول الجد ده كان سيف ملك الحرب في العصور القديمه اللي قاتل لوحده الالاف في ساحه المعركه. واللي بيبقى الجد عارف ان جيان ده معاييره عاليه جدا في اختيار الطلب، وكمان معروف انه سياف مشهور، يعني حاجه كده قويه، وفي خلال 70 سنه ما شافش امل غير في طفلين بس، ومش بيوظف اي متدربين. واللي بيفضل جيان يتكلم في الميزات اللي شايفها في تشوان، وان بنيته العظيمه من الدرجه الاولى، واللي بيستاذن امه ان تشوان يبقى تلميذ عنده، وده لو رضيت يدخل الاكاديميه. فمش بيصدق ليه الكلام اللي بيسمعه، وان جيان عايز تشوان كتلميذ عنده، وده معناه انه الوريث الوحيد لكل شيوخ السيف. واللي بيقول لهم جيان الاكاديميه دي بتتقسم لقسمين، واحد مخصوص للقتال والتاني التدريب، والتدريب بينقسم لنوعين، اول دور مسؤوليه جيان، والتاني
تاني التعليم الفردي. وبيقول الجد للأم لازم تستغل الفرصة كويس، واللي بتوافق ولكن بيبقى عندها شوية أسئلة. وبعد كده بقى وفي مكان تاني بنشوف الأعمام اللي بيخططوا الهجوم تاني كده على الوحوش، ومعاهم خريطة بالأماكن اللي هم شاكين إن هم ممكن يبقوا موجودين هناك، وبيخططوا إن الأخ التالت كده ياخد رجالة معاه ويدمروا المخرج بعدين. واللي بيحصل فجأة كده هجوم على رجالتهم وبيخلص الوحوش عليهم، وبيحاصر العم الأول والتالت، واللي بيفضل الاتنين يحاولوا كده يدافعوا عن نفسهم، ولكن الوحوش بيبقوا عايزين يخلصوا عليهم وبيتحدوا مع بعض عليهم. وبعد كده بقى وفي بيت تشوان بتسرح كده الأم شوية وللأسف بتنام، واللي بتصحى فجأة كده بسبب كابوس، واللي بيجي لها مكالمة تليفون من جدها واللي بيبلغها إن هي تيجي على المستشفى. واللي بتروح الأم المستشفى وهناك بتلاقي إن عمامها اتبهدلوا، ده حتى إن في أطراف منهم مقطوعة. واللي بتسأل الأم عن اللي حصل وعمالة تعيط، فبيقول لها الجد إن في مجموعة من البشر تعاونوا مع الوحوش، مجموعة من البشر خانونا، فبيوعد تشوان يدفع الوحوش الثمن. وهنا بقى بيعرف الجد من الأخبار إن الشرطة اعتقلت 27 شخص في خلال 3 أيام، وإن حصل اختراق للجزء الداخلي من المدينة بشكل كامل. واللي بيبدأ كده يشك إن ممكن يكون في أجهزة تصنت في مكتبه، واللي بالفعل كده بيلاحظ 3 وحوش صغيرين الحجم واللي بيهجموا عليه فجأة، فبيمسكهم الجد وبيرميهم بعيد بسرعة. وبيقول الوحش إنه لو عايز يلاقي اللي باعتينه فهم موجودين في مستشفى المدينة. وبعد كده بقى وفي مكان تاني بيبقى المعلم تشوان مع أهله كده جوه أسانسير، ولكن بيقف فجأة، واللي بيحاول الأب يحميهم، واللي فجأة كده بيسمعوا صوت من سقف الأسانسير، واللي بتطلع منه بنت كده لابسة قناع، واللي كانت بتستهدفهم وتعرف كويس الجد رونج، وبتسأله لو خلصت عليهم دلوقتي وبعتت راسهم للجد أكيد هيتبسط. فبيحاول الأب يدافع عن نفسه وبيزق البنت للحيطة، وبيقول لمراته يلا حاولي تفتحي الأسانسير، ولكن ما بتقدرش. واللي بتضرب البنت الأب بتبعده بعيد عنها، وبتقول البنت للأم ها جه دورك، فبترد الأم إن هي هتفضل تقاتلها حتى لو ماتت. واللي بتضربها البنت في ثانية بس بتقدر توقعها، وهي بقى عمالة تنزف. واللي بيجي الدور كده على تشوان واللي بيتكلم وبيشتم البنت، واللي بتتصدم لما بتلاقي إن تشوان بيقدر يتكلم، وبتفتكر البنت كده للحظة إن تشوان قزم، بس بتبص تاني عليه وبتلاقيه طفل بجد، واللي قبل ما تعمل حاجة بينط في وشها وبيقول لها إن هو اللي هيقتلها. فبتحاول البنت دي توقفه ولكن بيكسر السكينة بتاعتها يا ابن اللعيبة. فهنا بتسأل البنت لو هو بشري زيهم، ولكن تشوان مش بيرد عليها، واللي بيضربها ضربة تانية كده بتوقع الماسك اللي لابساه، وبيضربها كده مرة كمان وهو بيسألها إن مين اللي باعتها وإيه هدفها من الهجوم عليهم. فبتقول له البنت يقتلها لو يقدر، وإن أكيد ملك الثعالب هينتقم منه. واللي هنا بقى كده بيضربها تشوان مرة تانية بيكسر لها دراعها، فبتخاف البنت وبتقول له خلاص أنا هقول كل حاجة. واللي بتقول إن هي عضو مش رسمي في جمعية اللهب القرمزي ومسؤولة تخلص مهمات متنوعة، وإن هدفهم الأساسي يقتلوا أفراد عائلة رونج أو حتى يسجنوهم، وده علشان يخلوا الجد رونج يخضع عليهم. فبيسألها تشوان ده كل حاجة، واللي لما بتقول له البنت إن هي ما تعرفش أكتر من كده بيضربها ضربة أخيرة بيخلص عليها. واللي بيكونوا أساسا لسه أهله في المستشفى، فبيجي الدكاترة وبيقدروا ينقلوا أهله. والمعلم تشوان عنده أمل إن أبوه هيقوم علشان إصاباته مش خطيرة، وعنده غرفة العم الأكبر بيقدر مجموعة من عصابة اللهب القرمزي يدخلوا عنده، فبيرميهم العم بطقم الشاي اللي جنبه. واللي بيحاول كده يقوم مع إن رجليه مقطوعة، واللي بيحاول العم كده يهجم عليهم ولكن بيضربوا واحد منهم بسكينة، واللي بيقول له خليك قاعد أحسن لك، واللي بيقطعوا رجل كده العم التانية. فالعم بيحاول يعرف هدفهم من كل ده، وبيقول واحد منهم إن هم ما عندهمش هدف، وإن رئيسهم هو اللي أمرهم يعملوا فيه كده. وهنا بقى بيسأل العم لو رئيسهم ده يبقى الملك المقدس اللي تبع المؤسسة، فبيقول له نفس الشخص أيوة صح. وهنا البنت بتسأل لو ينفع يقتلوه، بس بيقول لها الولد إنه ليه قيمة أكتر، إنه ليه قيمة أكتر وهو حي. فبيتعصب العم من كلامهم ده وبيحاول يهجم تاني، بس بتبعد البنت عنه. واللي لما بيحاول يهجم تاني بيحس بدوخة فجأة كده، وبيقول له الولد إن سكنته كانت مسمومة، واللي بيكون الاتنين خلاص طالعين. ولكن بيخش تشوان، المعلمين بيفكروه كده طفل عادي وبيستغربوا إنه داخل لوحده، بس بيضرب تشوان فجأة الراجل كده وبيوقعه. واللي بيروح بعدها كده يهاجم البنت وعلى طول بيطيرها. وبعد كده بيروح تشوان يطمن على عمه، بس بيقف الاتنين تاني كده وبيحاولوا يهاجموا تشوان، ولكن بيضرب تشوان البنت الأول، فبيحاول الراجل يهرب ولكن بيضربه هو كمان. واللي بعد ما تشوان بيخلص معاهم بيروح لغرفة مامته وأبوه، واللي بيبقى العم التالت موجود هناك وبيسأل
بيسأل العم عن تشوان، واللي هنا بقى كده بيجي واحد من العصابة وراه ولكن ما بيلحقش يقول اي حاجة، وده علشان بيلاقي ان تشوان كده جاي من قفاه وبيخلص عليه في ضربة واحدة، وكمان بيستعمل تعويذة علشان يخلص من جثته. لا ناصح يالا. بعد كده بقى المعلم بيرتاح شوية وانه اخيرا خلص من العصابة دي، ولكن هدومه اتملت بالدم، يعني محتاج يخبيه. بعد كده بقى المعلم يا عيني ما بيلحقش علشان بيلاقي امن المستشفى جايين يجروا، جايين يشوفوا مين اللي نجا. فالمعلم تشوان طبعا بيعمل نفسه طفل عادي وبيقعد على الارض يعيط يا ابن النصحة. واللي بعد كده بقى وفي القصر بيقول واحد من الاتباع للكاهن ان اتباعه التانيين مش قادرين بالثقة وراحوا يعملوا مهمة، رجعوا كلهم ميتين، ودلوقتي هيضطر يشيل هو الليلة كلها لوحده. وبعد كده بقى وفي شركة رونج بيسلموا المستشفى للجد تشوان علشان اهله حاليا في غيبوبة، يعني محدش موجود يقدر ياخد باله منه، وان هم حتى ما يعرفوش مين اللي عمل كده. واللي هنا بقى بيبقى المعلم تشوان مطمن ان محدش شاكك فيه. واللي هنا بقى كده بيجي اتصال للجد واللي بيكون من جيان، بيقول له ان الخطوط الاماميه للصين وضعها صعب جدا ومعظم الابطال الخارقين اتقتلوا ومحتاجين دعم بنسبه 60%. فبيقول الجد ان ما بقاش ابطال خارقين كتير في بلدهم، بس بيقول انه هيحاول يشوف حل. فبيتفاجئ تشوان من سوء الوضع ده وبيقول ان في خلال سنين مش هيقدر البشر يقاوموا الوحوش اكتر من كده، واكيد هيخلصوا عليهم، وان هو ما عندوش خيار لازم يروح الاكاديميه. واللي بتروح الوحش هويا كده لواحد من القصر اسمه فانج وبتقول له ان بسبب خطته خسروا ملك العشيره، وبتقول له ان هي مش عايزه تكمل معاهم. فبيقول لها فانج ان اعضاء منهم ماتوا برضه وكانوا بيدافعوا عنها، يعني هم مش مديونين ليها باي حاجه. فبتقول له هويو ان هم نفذوا كل اللي اتطلب منهم وقدروا يجمعوا الكميه المطلوبه منهم من الاطفال، بس المعلم فانج بيقول لها لسه في واحد عايزينه، ووقت ما يسلموه يقدروا يعتبروا الشغل اللي ما بينهم خلص، والطفل ده يبقى تشوان. فبتتعصب هويو هنا بسبب ان عيله رونج محشورين في كل حاجه، ولكن بتوافق على الاتفاق. وعند المعلم تشوان واللي بيبقى قاعد يتدرب واللي بيعلم من مستواه مع النظام، واللي بيسمع صوت فجأة كده جاي من السطح، واللي بيطلع ان هو جايه ومعاها وحش تاني، وده علشان يمسكوا تشوان. واللي بيسألها الوحش لو هي عايزه تعمل ده بجد، فبتقول له هويو ان عيله رونج دي قتلت حوالي 50 من عشيرتهم وعلى الاقل يعملوا كده علشان ينتقم. واللي بتطمن كده زميلها ان عيلته مش موجوده معاه في نفس الاوضه، يعني هيقدروا عليه بسهوله. بس المعلم تشوان هو اللي بيطلع لهم على السطح وبيقول لهم يا جماعه حد بيدور عليا، واللي قبل ما يردوا بيدي تشوان هوي كده في وشها هي وزميلها، واللي بيروح كده يقف بعيد. فبتستغرب هوي قوته في الاول كده، ولكن بعدين بتلاحظ انه انسان خارق. فبيقول لها زميلها ان هم لسه محتاجين يقبضوا عليه، ولكن بتقول له هوي الاتفاق باطل وتشوان يعتبر تهديد لينا. بس تشوان بيقول لهم ان هو عايز يجرب قوته، اصل انا اكتسبت قوه جديده. واللي هنا بقى كده بيبدا يفعلها، فالاتنين بيخافوا، واللي بيهجم زميل هوي كده الاول ولكن بيقدر تشوان يضربه. واللي بيسال الزميل هوي انت ليه ما اتدخلتيش، فبتقول له ان هي اتدخلت فعلا ولكن سحرها ما كانش ليه تاثير عليه، وبتقول له ان هم محتاجين يقطعوه بمخالبهم وانيابهم. واللي بيجري الاتنين كده ناحيه تشوان عايزين بقى يفتكوا بيه، فبيستدعي تشوان سيف الخالدين الثمانيه. واللي هنا بقى كده بيعمل نسخه من نفسه بيهجموا كلهم على الاتنين في نفس الوقت، واللي مش بيقدروا يعرفوا انهي واحد فيهم هو تشوان اللي بجد. واللي بيقدر تشوان يخلص كده على زميل هوي الاول، فاللي بتحاول هوي كده تهجم من الظهر ولكن بيلاحظ تشوان وجودها وبيضربها في عينيها بالسيف. فبيحاول الزميل يوقف هوي اللي متعصبه وبيقول لها ما تتصرفش باندفاع، ولكن مش بتسمعه. واللي بتروح تهاجم كده فبتلاقي ان تشوان استعمل نفس الحيله دي وعمل اكتر من نسخه من نفسه. واللي بيفتكروا بقى ان هما المره دي كده هيقدروا يهزموه وبيضربوا النسخ كلها، واللي بيفتكروا كده تشوان ما بينهم، ولكن المعلم بيطلع مغفلهم وبيجي من ظهرهم. المعلم بيضرب هوي، واللي بيفضل زميلها يقنعها ان هما لازم يتراجعوا، ولكن هوي ما بترضاش وبتقول ان هي وحش من بحيره المريخ، يعني مش هتتهزم بسهوله كده وقدام عيل صغير، ده حتى حاجه تعر يا اخي. ومش بيقدر الزميل يسيب هوي وبيقرر يكمل معاها حتى لو الاتنين ماتوا. يلا بقى. بس هنا بقى بيستعمل تشوان كده قوه النمر، واللي بيهجم على الزميل الاول بيطير عينيه. فبتحاول هوي تحذره كده ان السور اللي وراه، ولكن مش بيسمعها وبيقع من على السطح. فالمعلم كده بيحاول يتمسك بالسور لاخر لحظه، ولكن تشوان بيضربه بالسيف بيوقعه وبيموت. واللي بتفضل هوي كده تعتذر له وبتقول له ان هي ما كانش المفروض تاخده المهمه خطر زي دي. واللي هنا بقى كده بتروح تهاجم تشوان وبتعض ايديه بانيابها، واللي بيبقى الدرع السحري بتاعه كده قرب ينهار، وبتفكر هوي ان هي قربت تهزمه،
ولكن بيقول لها تشوان لا يا ماما لسه في دروع تانية، بس بتفضل وهي كده تعض على تشوان جامد وهي مقتنعة انه مش هيقدر يصمد لحد ما بيقدر المعلم تشوان انه يضربها، وده علشان تفتح بقها. وهنا بيسمع تشوان صوت ناس طالعين على السلم، فبيقرر يخلص الموضوع بسرعة. واللي قبل ما يتضرب تشوان بيلاقي ان فانج كده ظهر قدامه وقتل هوي بنفسه، فبيخاف لحسن يكون فانج عرف بقوته وبيحاول يفكر في اي حاجة يعملها، وده علشان يبين يعني انه طفل في الطبيعي، ولكن بيكون متأكد ان الموضوع ده مش هينفع علشان هو شافه. بس تشوان اساسا مش بيكون عارف ان فانج عارف كل حاجة وان هو عايزه هو شخصيا، وبيعرف لما بيقول له فانج على كل حاجة، وبيقول له انه عمل كده بس علشان البشرية. واللي بيهجم تشوان على فانج وبيقدر فانج يتصدى للضربة دي، ولكن بيبقى حاسس ان قد ايه تشوان قوي. واللي في نفس الوقت بيبقى الجد والاعمام طالعين على السلم وبيدوروا على تشوان وشاكين كده ان ليه علاقة بقتل الوحش. واللي بيدخل الجد السطح وبيلاقي ان فانج ماسك تشوان والوحش مرمي على الارض، فبيحاولوا يمثلوا كده ان هم طبيعيين، وبيهمس فانج لتشوان كده يتعاون معاه يا اما هيفضحوا. فبيقول لهم فانج انه كان بيدخن ولاحظ حاجات غريبة بتحصل على السطح فطلع ينقذ تشوان. فبيسألوا الجد عن هويته واللي هو انت تطلع مين اساسا، فبيرفض فانج يقول، بس الجد بيهجم عليه واللي بيطلع عارف، وبيستغرب فانج هو عارف منين، ولكن مش بيقدر الجد ولا الاعمام يعملوا اي حاجة تأذي فانج علشان ماسك تشوان. واللي مع ذلك بيحاولوا كلهم يهجموا عليه ولكن من غير ما يأذوا تشوان، بس بيقدر فانج يتصدى لكل هجماتهم دي. بس بيقدر تشوان هنا ينط كده من ايد فانج لعمه، فبينط فانج من المبنى علشان يهرب. وهنا بقى الجد بيقرر ان هم لازم يقدموا موعد دخول تشوان للأكاديمية، وده علشان لازم يحموه من كل ده. بعد كده بقى بيروح الجد لأهل تشوان واللي بيحكي لهم كل اللي حصل، وان فانج قوي جدا ومن مؤسسة اللهب القرمزي، فاللي بيقتنعوا وبيسمعوا كلامه، وده علشان يدخلوه الأكاديمية بسرعة. وبعد كده بقى بيروح الجد يقابل نائب مدير الأكاديمية السيد فونجو، واللي بيتكلموا كده في موضوع تشوان، وبيقول فونجو ان العصابة عايزين يخطفوا تشوان، وده علشان يستغلوا مهاراته، عايزين يستعملوه وينهوا البشرية. وبيقول له ان مستوى تشوان عالي جدا، وده علشان يقدر يقتل وحوش من المستويات الرابعة بالشكل ده، واللي علشان كده قرر هو وجيان يحطوه في اعلى مستويات التدريب. واللي علشان ما يفرقوش تشوان عن اهله بيجيب لهم الجد تصريح ومكان يقدروا يفضلوا فيه التلاتة مع بعض، وكمان بيعين محاربين سريين علشان يحموهم، وده لان تشوان الوحيد اللي عنده قوة خارقة. واللي بعد كده بقى بيجي يوم السفر وبيسافر العيلة كلها لمكان الأكاديمية، واللي في نفس الوقت اللي بيجي فيه كده زوجين بيدوروا فيه على تشوان ولكن ما بيلاقوش اي رد من صحاب البيت، فبيتعصبوا، وده علشان في اعتقادهم ان تشوان ده طفل مقدس وهم سرقوه. واللي بعد كده بقى بيوصل العيلة كلها لعند الأكاديمية، واللي بيبدأ تشوان يودعهم كده وداع درامي واهله قاعدين يعيطوا، ولكن تشوان اساسا مش مهتم، بيسيبهم علشان يروح يبدأ الدراسة. واللي بيقرر يقول لهم ماما بابا، وده قبل ما يسيبهم للمرة الأولى، وده بس علشان يفرحهم. وبعد كده بقى بيسيبهم وبيمشي مع الأمن، واللي بيبان قد إيه تشوان معروف هو وإنجازاته في الأكاديمية وكلام الطلبة اللي أكبر منه عليه وإحساسهم بالغيرة منه، فبيحس تشوان بغرور كده بسبب قدراته. واللي بيروح تشوان يقعد في الفصل، واللي بيجي طالب أكبر منه بيهدده يا إما يقوم يا إما هيضربه، فتشوان بيقول له ولا اللي عندك اعمله، والولد بيضربه فعلا، ولكن بيوقف تشوان الضربة بإيديه، واللي بيتصدم الولد علشان قوته بتساوي قوة راجل كبير، فبيمسكوا تشوان كده من نفس الإيد وبيرميه على الأرض. واللي بعد كده بقى بيرفعه بإيد واحدة وبيقول له تشوان يلا اعترف بالهزيمة يلا علشان أنزلك، فبيستسلم الولد وهو بيعيط. واللي بيبقى مراقب الأمن الكاميرات وبيشوفوا كل اللي بيحصل، وبيسألوا لو هم محتاجين يبلغوا نائب المدير، فبيشوف النائب الكاميرات وبيقول إن مفيش داعي يتدخلوا، شوية عيال بتلعب عادي. واللي بيبدأ أول درس، واللي بتفضل المدرسة تطبل لتشوان على ذكائه وإنه قادر يقرأ لوحده، وده علشان هو صغير جدا، فبيحس تشوان بالتعب من التمثيل ده وإنه عيل صغير. واللي بيبقى نفس الولد روي من قبل كده بيعيط، فبتسأله المدرسة عن السبب، بتعيط ليه يا ابني؟ واللي بيبقى تشوان مستغرب إنه لسه بيعيط وشايف إنه ما عملوش حاجة للدرجة دي. وبعد كده بقى وفي آخر اليوم بيجي الأمن يبلغوا المدرسة إن هم هياخدوا تشوان معاهم، فبيفرح تشوان إن اليوم خلص أخيرا، وكمان عنده درس تدريب عملي بكرة، واللي بيدعي ما يبقاش ممل هو كمان. وبيمشي الأمن مع تشوان عادي كده في أمان الله، ولكن فجأة كده بتوقفهم ست كبيرة، واللي بتقول لهم إزاي تسمحوا لتشوان يخرج. فبيسأل الأمن عن الطريقة اللي ممكن يساعدوها بيها، فبتقول لهم الست تشوان اتنمر على روي حفيدي وعايزة منه ينحني
ينحني ويعتذر. فالامن بينكر الكلام ده وبيقولوا لها لا الكلام ده ما حصلش، ولكن الست بتقول له ان الكلام ده قاله روي بنفسه وبتضرب الامن. فبيروح تشوان ناحيتها كده وبيقول لها ان حفيدها اللي بدأ التنمر الاول. جرايه وليه انت جايه تستوي علينا؟ فبتستغرب الست حجم تشوان الصغير ده وانه ازاي في مدرسه اصلا. فبيقول لها تشوان انه حتى ما اكبرش روي ينحني ويعتذر مع انه هو اللي بدأ وان هو بس رد عليه. فبتتعصب الست وبتقول له دي مش حجه برضه علشان تضربه، واللي بترفع ايديها كده علشان تضربه، واللي بدل ما يدافع تشوان عن نفسه بيبدأ يعيط وبيقول ان ست كبيره بتتنمر عليه، واللي بياخدها الامن وبيقبضوا عليها. فالمعلم تشوان بيحس كده بالانتصار، ولكن بتقدر الست تبعد عنهم، واللي بتروح تضرب تشوان تاني كده، ولكن فونجو بيوقفها وبيحذرها ان هو هيطرد حفيدها لو فضلت تعمل كده. وبتقول الست ان ابنها ومراته ضحوا بحياتهم علشان مستقبل الوطن. فبيقول لها فونجو ان اللي بتعمله ده اساسا بيسوء سمعه ابنها، واللي بيطلب منها تهدى، وبيامر الامن ياخدوها كده للصاله وبعد كده بقى يرجعوا علشان محتاجهم. وبيخلص الامن وبيروحوا لفونجو، واللي بيفضل يهزهم على اللي حصل وبيقول ان هي مرت بظروف صعبه علشان موت ابنها. واللي بيروح جد روي كده يتخانق مع الست وبيقول لها ان هي مجنونه ازاي تتخانق مع طفل اقل من 6 سنين، واللي بيقرر كده يروح يعتذر شخصيا للطفل، خصوصا انه مش شايف ان حجه موت ابنهم تخليهم كده يمشوا يطيحوا في الناس. واللي بعد كده بقى وفي مكتب فونجو بنشوف انه بيتكلم مع شخص مجهول عن تشوان وعن صفاته الشخصيه وقدراته، واللي بيطلع الشخص المجهول ده يبقى كاهن القصر. هوبا، يا ترى المعلم فونجو ده خائن ولا ايه؟ واللي بعد كده بقى بيجي اليوم اللي بعده، واللي بيكون عند تشوان كده حصه من مدرس اسمه تشاو، واللي بيوريهم كده عرايس خشبيه من 5 طبقات، واللي تقدر تتصدى ل10 سيوف في نفس الوقت. واللي هنا بقى بيقول لهم ان درسهم الاول هو الدفاع عن النفس الصحيح، وده علشان محدش يقدر يهاجم من غير دفاع. فبيعجب تشوان جدا بطريقه تفكير المدرس، واللي بيبدا اول تدريب، واللي بيوريهم كده طرق الهجوم والدفاع، وهو بيشرح ايه اهم الاماكن اللي يحموها وقت القتال. واللي بيشاور هنا تشو على تشوان وبيقول للبقيه يلا اتفرجوا على التطبيق العملي. واللي في نفس الوقت وتشوان ماشي كده بيقدر يحقق انجاز جديد، واللي بياخد عليه مهاره جديده بتخليه كده عنده 3 رؤوس و6 اذرع. واللي بيقرر تشوان كده يستعمل مهاراته الجديده ويجربها بالمره. فبيتصدم تشاو لما بيشوف مهاره تشوان، وبيقول ان فونجو بقى ما كانش بيهزر لما كان بيتكلم على مهارات تشوان ده. واللي هنا بقى بيوجه تشوان اول هجمه كده للعروسه الخشبيه، واللي بضربه واحده باكتر من دراع بيخلي جسمه يتكسر في ثانيه. فبيتصل تشاو على فونجو بسرعه علشان يبلغوا بمستوى تشوان الحالي المبهر. بس هنا بيبلغ فونجو المدرسين ان دروس تشوان هتتعلق مؤقتا، وده علشان محتاجه يشارك في شويه اختبارات. واللي بياخدوا فونجو الغرفه كده واللي فيها هجوم بالكور من كل اتجاه، وده علشان يقيس سرعته وقدراته. واللي بيقول ان لو تشوان فضل يزيد مستواه بالسرعه دي فاسترجاع اراضي البشر هيبقى قريب جدا ومش هيبقى صعب. واللي بيبقى اهل تشوان كده مراقبينه من ورا الازاز ومش مصدقين قوه ابنهم، ولكن حاسين بالفخر. واللي هنا بقى بيسال فونجو تشوان عن السبب اللي خلاه يظهر قوته المره دي مع انه طفل وغالبا بيحب يبقى بعيد عن النظر. فبيجاوب تشوان ببساطه انه عايز يظهر قوته بس علشان يعرف الناس قوته ومحدش يتجرأ يتنمر عليه ولا حد يقدر يتنمر على اهله تاني، انه حاليا بقى الطالب الاول على الاكاديميه، يعني محتاج يقابل المدير شخصيا. واللي بعد كده بقى بيوصل الكاهن واللي دايما كنا بنشوفه شرير، واللي بيعرفه فونجو انه مدير المدرسه تيان، واللي بيفرح جدا انه قابل تشو اخيرا. ولكن مش عارف ليه انا شامم ريحه مش مظبوطه، حاسس كده ان في حاجه ورا الموضوع ده. مش ده الكاهن اللي كان عايز يخلص عليه اساسا؟ عايز اقول لك بقى ان الاحداث بتزداد حماس، واللي علشان يوصلك اشعار بالاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناه، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.